يعني ظهر على السطح فجأة بعد ما كلمت أنا هنا من يومين عن أنه من المتوقع ألا تصدر لجنة التظلمات قرارها في استئناف اللاعب كهربا إلا بعد السوبر. وهنا ليس المقصود أن اللجنة يعني تتعمد أنه ما تعملش ده إلا بقى. إحنا تعودنا، وأنا قلت قبل كده من 2007 لما كنت في اتحاد الكورة دائما لجنة التظلمات بتاخد وقت ليس بالقصير، لانه اولا هي بتجمع الاوراق والاطراف وتبتدي تدرس وتتشاور لغايه لما يصدر القرار، لانه قرار مهم. يعني ما اعرفش هو بقى مهم، يعني مع كل اسف وانا مش عايز اكرر كلامي انه فعل ما لم يكن له اي يعني لازمه بالبلدي كده، اتى من اللاعب كهربا بدون اي احساس بالمسؤوليه تجاه التيشيرت الاحمر. خلانا نعمل اجتماعات ونتكلم ونقول ونعيد على ايه؟ يعني على ايه؟ مش عايز اكرر كلامي، انا قلته قبل كده وبعض الناس زعلوا من محبي النادي الاهلي، مش عايزهم يزعلوا. احنا بنتكلم بالاصول، بنتكلم بالاخلاق، بنتكلم بالمنطق، بنتكلم بالعدل. ما ينفعش اطلاقا اطلاقا انه لاعب كوره يورط ناديه ويورط النادي الاخر ويورط لجنه الانضباط ويورط لجنه التظلمات ويورطنا احنا كمان والدنيا كلها عشان شويه حاجات مش عايز اوصفها يعني عشان ما يطلعش مني لفظ مش مناسب. يعني ده ملوش دخل ان هو لاعب ممتاز عشان ما حدش يخلط يعني، لكن الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهب. انا اتحدث هنا عن الارتقاء بمستوى الاخلاق في كل الاتجاهات، سواء لاعب او مدرب او اداري او اي حاجه او مجلس اداره او رئيس نادي ايا كان، لابد ان نتحلى بالاخلاق. انعدام الاخلاق في بعض المواقف بيودينا في السكه دي. طيب ما علينا. انتشر بقى بعد ما انا كلمت الكلمتين دول في السوشيال ميديا انه نادي الزمالك ينتوي الانسحاب من السوبر اعتراضا على تاخير البت في عقوبه كهربا من قبل لجنه التظلمات وحكايات وروايات. وبعدين بدا الامر الى حد ما يتبلور شويه لما مجلس اداره نادي الزمالك دعا الى اجتماع طارئ يوم 30 ابريل لمناقشه بعض الامور. لم يعلن عن هذه الامور، فالبعض ربط بما حدث في السوشيال ميديا اللي اصبحت مؤثره بشكل كبير في القرارات مع هذا او هذه الدعوه للاجتماع الطارئ لمجلس الاداره. انا على يقين طبعا بما لا يدع مجالا للشك ان امر بهذا الحجم موضوع كهرباء انا ما اديلوش اكتر من كده حجم بصراحه، يعني يؤثر في مسيره نادي، في مباراه سوبر، مباراه كبرى في دوله الامارات، مباراه عليها كل الاضواء، مباراه من العيار الثقيل، مباراه اثبات الذات، امور كثيره جدا تنطبق على هذا الكلام. قلت انه الاهلي عنده تاكيدات من مسؤولي اتحاد الكوره انه لجنه التظلمات او لجنه الاستئناف لن تنظر في الاستئناف الخاص بمحمود كهربا الا بعد مباراه السوبر. بالمناسبه نفترض انها نظرت، ما ممكن تنظر وسياده المستشار عادل الشرباجي يؤجل اتخاذ القرار، يقول لك يؤجل لجلسه كذا مثلا يعني. وقلت هذا الكلام وانا مصمم عليه عشان دي مصادري اللي انا بتكلم منها، ولما بتكلم على مصدر بتكلم مش على اقل من 3 مصادر من داخل الاتحاد عشان بس تبقى القصه واضحه للجميع. يعني تاني لما بتكلم بقول انه هذا هو التوجه داخل اتحاد الكوره، صحيح اتحاد الكوره ليس هو صاحب القرار لكنه بيبقى فيه نوع من انواع المناقشات يعني. فهذا الامر حدث يعني. طيب الكلام اللي بيتردد دلوقتي انه لو كهربا ما لعبش الاهلي هينسحب، لو كهربا لعب الزمالك هينسحب. ده كلام بتسمعوه، ثم بتلاقي البعض مع احترامي للجميع يعني اياك يا زمالك تلعب لو في حكام مصريين ولو في محمود كهربا. هو الزمالك ما عندوش مجلس اداره؟ اعتقد عنده. اياك يا اهلي تلعب لو محمود كهربا ما لعبش، والاهلي ما عندوش مجلس اداره؟ اعتقد عنده. حضرتك عايز تكتب رايك قول ان انا وجهه نظري ان انا فلان ما يلعبش، او انه وجهه نظري انه الزمالك ما يلعبش او الاهلي ما يلعبش، وجهه نظرك انت. ما لا يعني انت لا تملك الا الراي، لكن انا بقول لاداره الاهلي وانا بقول لاداره الزمالك باماره ايه سعادتك؟ باماره ايه حضرتك؟ هي مش دي اداره محترمه ودي اداره محترمه، ودي اداره بتجتمع ودي اداره بتجتمع، ودي اداره بتاخد قرار ودي اداره بتاخد قرار. فاللي بيكتب يا جماعه اللي هو على سبيل الاوردر والامر، لا لازم لو كهربا ما لعبش الاهلي ينسحب، لو كهربا لعب الزمالك ينسحب. طب خلاص ما احنا نلغي مجالس الادارات. يعني كهربا لعيب كويس، ولا بقى هو اللي هيكسب الاهلي ولا اللي هيخسر الاهلي ولا الاهلي هياخد بطوله معاه ولا من غيره. كهربا لعيب كويس زيه زي كتير في مصر، فبالتالي القصه مش كهربا يلعب ولا ما يلعبش، القصه هي حق ربنا، هي عدل ربنا،
هي قوانين، هي لوائح، هي رئيس لجنه انضباط بيقول ايه، رئيس لجنه تظلمات بيقول ايه، هي مواقف سابقه للعيبه مصر ومدربين مصر وكل حاجه حصلت مع المستشار عادل شرباجي. ايه اللي بيغير؟ ايه اللي بيحصل؟ اشمعنى كهربا؟ اشمعنى النادي الاهلي على راسه ريشه؟ هل القانون بيجي عند النادي الاهلي ويقول له لا انا ما بطبقش القانون عليك يا اهلي، انا بطبق القانون على الزمالك وعلى بقيه الانديه؟ لا يا اهلي انت جامد، يا اهلي انت شعبيه حلوه، لا يا اهلي انا بخاف تمشيني من منصبي. قانون قانون واللوائح لوائح تطبق على الكبير والصغير. كل حاجه حصلت قبل كده بتوضح المواقف والحقيقه. لو انتوا عايزين تلووا الحقائق، لو انتوا عايزين تعملوا نفسكم عمي، قلبكم اعمى وما بتشوفوش كل اللي انا بقوله ده، يبقى احنا في منظومه رياضيه بتفسد التنافس وتفسد كره القدم في مصر بسبب الكيل ب 100 مكيال وعدم تطبيق اللوائح والقوانين على اي حد، وبتخلي ناس على راسها ريشه. لا نادي الزمالك اجتمع يوم الاحد وفي 60,000 سلامه، بطوله سوبر، نتغلب نكسب نخسر ننسحب، لكن كرامه الزمالك وحق نادي الزمالك، الزمالك بيدور على حقه ما بيدورش على باطل. الزمالك مش لا مؤاخذه عايز يظلم غيره وياخد حق مش حقه وبينسحب عشان كده، لا، الزمالك عايز قوانين تتطبق، اللوائح اللي بيقولوا هم بيها طبقوها بدل ما تغيروا كل اللي انتوا بتقولوه وتعملوا حاجه جديده خالص. خد القرار يا معالي المستشار عادل، ما تشيلش انت شيله، اجتمع قول كهربا براءه، احترام، كنت انا برئيس محكمه نقض ولجنتك ناس محترمين ما بتخافش، قول كهربا براءه، هنديله جايزه نوبل في الادب او في قله الادب مش هتفرق معانا، انما حضرتك اجتمع. انما الاخ مدحت يقول لك ايه ويعني لما لجنه التظلمات تقعد اسبوع ولا اسبوعين ولا 3 وتجتمع بعد السوبر؟ نعم يا اخويا، نعم، انت بتخاطب عيال صغيره. عندنا اجتماع مجلس اداره يوم الاحد ان شاء الله. كلام اخير غير قابل، من غير ما حد يقعد يبعت لي، مع احترامي لكل ميدو وخالد غندور شايفه منفعل وكان بيوجه الكلام ليه، ما تخافش يا خالد خالص، الحل بسيط جدا والدوله عارفاه. لجنه التظلمات تجتمع تقول قدامنا خلاص 10 ايام خلصوا، لان ما كانش اجتماع قبل يوم ال10، ليه؟ ممكن انا اعمل في التظلم بتاعي اضيف حاجه جديده، هو يضيف حاجه جديده، خلاص اخر يوم النهارده. كلام غير قابل للنقاش. حضرتك تجتمع النهارده بكره الجمعه السبت ولا حاجه، كهربا براءه يروح يلعب، وهتلاقينا احنا اول ناس رايحين. كهربا موقوف نفذ، مرتضى مشطوب فوق دماغي. احنا بنحترم القانون في دوله القانون. وبقول لجماهير الزمالك والنبي مش عايز حد يقلق، موضوع سهل. اجتمعوا، هيروح جاي بكره اتحاد الكوره، من فضلك يا اتحاد الكوره قدامك حل من الاثنين ملوش ثالث، اما انك تطلع قرار بايقافه لان المهله خلصت، وعلى المستشار عادل الشرباجي قايل مع الاخ حتحوت قبل كده ان التظلم لا يوقف التنفيذ، تمام؟ وعادل الشرباجي استحاله يرجع في كلامه نهائي.